لو عندك رغيفين فينو ونص كيلو من اللحمة المفرومة هتطلعي أحلى كفتة حلوة جدا للعزومات. لونها حلو، واخدة لون حلو. كمان عاوزة أقول لكم إن هي طرية خالص من جوه، وكمان يعني طعمها حلو جدا. لازم تجربوها لأن لو ما جربتوهاش هتزعلوا جدا. تعالوا بقى هوريكم أنا عملت منها إيه. كمان عملت من الكفتة كرات صغيرة أهي، طرية خالص من جوه. تعالوا بقى نشوف عملنا إيه. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة وعندي رغيفين فينو. قشرت رغيف حطيته في البولة وسبت الرغيف دوت اقشره قدامكم عشان اوريه لكم ان هو بيتقشر بكل سهولة. الفينو دوت هو اللي هيدي الكفتة طراوة، هيخليها طرية معاكي. بعد ما بقشر الفينو بحطه في البولة، واكون مجهزة ربع كوباية من الحليب الدافي، واحط عليه حليب دافي واسيبه لغاية ما يشرب الحليب خالص. لغاية ما يشرب الحليب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنحط بقى ايه معلقة صغيرة من الفلفل الاسود على نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من جوز الطيب بتخلي الكفتة ريحتها حلوة، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح، وما تكتريش توابل، حلوة جدا كده. وهنحط كمان بشرة طماطماية وبشر بصلاية، تبشريهم وتصفيهم خالص من المية. وهتحطي كمان ايه بيضايه واحده، وهتحطي نص كوبايه من البقدونس. حاولي ان انت تاخدي الورق بتاع البقدونس، اوعي تاخدي العيدان. وكان عندي بتنجانيه بقى ايه من البتنجان المدور الرومي ده، غسلتها وقشرتها وبشرتها على المبشره اليدويه. طب قد ايه كانت البتنجانه دي؟ انا وزنتها لقيتها 200 جرام. انا وزنتها لكم عشان تعرفوها قد ايه بالظبط. هنديها عجنتين تلاتة كده، وبعد كده هنجيب الرغيفين الفينو. هنلاقي بقى رغيفين الفينو شربوا الحليب، ولو كان في حليب بقى زيادة هتصفيه خالص من المية. وتبتدي بقى بعد ما تحطي الفينو تبتدي بقى تعجنيها لمدة ربع ساعة. ايوه، هي لازم تتعجن لمدة ربع ساعة عشان تطلع معاكي كفتة متماسكة وكفتة طرية وكل المكونات متجانسة مع بعض. لازم تعجنيها لمدة ربع ساعة. بعد ما بتعجنيها لمدة ربع ساعة بتدخليها التلاجة لمدة نص ساعة. هنا بقى انا قلعت جلافز عشان ما كنتش عارفة اعجن الكفتة بجلافز فقلعته. شايفين الكفتة متماسكة وحلوة جدا. دخليها بقى التلاجة لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة خرجناها من التلاجة وجبنا بقى صينية، يا دوبك ادينا الصينية دهنة زيت صغيرة. بعد كده بعمل الشكل البيضاوي دوت، واجيب عصاية وابتدي بس ايه اعمل فيها كذا خط كده بالعصاية الشيش طاووق ده. انا حبيت بس اعمل الرسمة ديت عشان اغير يعني. هي الصراحة حلوة جدا يعني، حسيتها مختلفة. فانتي اعملي الشكل اللي انتي عايزاه. انا كمان عملت منها شكل الكرات الصغيرة زي ما انتي عاوزة تعملي منها اصابع، عاوزة تعملي منها الشكل دوت، عاوزة تعملي كرات زي ما انتي عايزة. شايفين شكلها حلو جدا. بعد ما بخلص الكمية خالص بدخلها فرن ساخن على الرف الاوسط على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. شايفين واخده الشكل القمر ازاي؟ عملت الصينيه دي والصينيه دي. الصينيه دي عملتها برضو كرات صغننه كده. هندخلهم بقى فرن ساخن على الرف الاوسط على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه طلعت معانا الكفته شكلها قمر، طريه، طعمها وريحتها حلوه جدا. ما تطوليش عليها اكتر من 20 دقيقه عشان ما تنشفش معاكي. حلوه جدا كده. طعمها حلو جدا يا جماعه، ويا ريت تجربوها لان لو ما جربتوهاش هتزعلوا خالص. يلا بقى لو وصلتوا معايا لغاية هنا والكفتة عجبتكم، يا ريت تعملوا لي شير كتير ولايكات كتير ومتابعة على صفحتي على اليوتيوب على الفيسبوك، ومتابعة على قناتي على اليوتيوب. لان بجد انتوا مش بتتفاعلوا معايا على الفيديوهات بتاعتي وانا بعمل لكم فيديوهات حلوة. شايفين شكل كرات الكفتة؟ طرية من جوه، طعمها حلو. تعملي بقى منها كرات، تعملي منها الشكل التاني دوت. يعني انا عملت الشكل البيضاوي ده وحبيت اعمل بالعصاية الشيش طاووق كده، يعني اديها كام خط كده عشان تبقى شكلها مختلف عن الكفتة. جربوها وبألف هنا.